اخر حاجه لو عندي صاد محصوره بين اي عدد سالب واي عدد موجب والصفر بينهم، زي الرسمه دي اهو، الصفر اهو سالب 1.5 و76%. ادام مساحه محصوره بين الصفر والواحد هنختار الكيو اللي هو الزر رقم 2. يبقى انا هروح برضو على مود، وبعدين هضغط على 3 وبعدين هخزنها، مفيش اي مشكله. هستدعي، يبقى شيفت 1 4 شيفت 1 5 شيفت، وادي الواحد وادي الخمسه. الكيو اتفقنا على زرار رقم كام؟ الزرار رقم 2، فضغط على رقم 2 وبعدين هكتب الاولانيه اللي هي كانت سالب 1.5. يبقى انا هكتب هنا الاشاره السالب وبعدين 1.5، هقفل القوس. طيب بدي اجيب المساحه الثانيه اللي هي دي اللي هي 76، هنضغط على كيو مره ثانيه، هنضغط على شيفت 1 5 وهضغط على زرار الاثنين، يعني هعمل الكيو مرتين عشان عندك مساحتين، وهنضغط على العلامه 7 6، ادي 7 وادي 6 وهقفل القوس واقول له يساوي اهو. شفت الحل ده؟ الحل اهو. شايف الحل على الحاسبه اهو. يبقى انت لو عندك مساحتين، واحده محصوره بين صفر وسالب وصفر وموجب، هنضغط على الكيو مرتين. بص على الشاشه اهو، الكيو مره لسالب 1.5 وارجع اجيب الكيو مره اللي هي شيفت 1 5 واضغط على 2 76%، هيطلع نفس الحل بالظبط. يبقى دي كانت اخر شيء. لو عندك مساحه محصوره بين صفر واي عدد موجب، صفر اي عدد سالب، نختار الكيو. يبقى انت عندك 3 رموز اللي هو البي والار والكيو. كده نكمل في اخر فيديو على الدرس ده. اشوفكم في فيديو اخر.